السلام عليكم ومرحبا بكم على القناة مرة أخرى، فيديو جديد ووصفة جديدة. وكما عودتكم دائما الجديد. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد المعسلة بالنكهة ديال الشباكية، وليني بلا دليك بلا تشباك بلا عذاب. فشوفوا معايا، هي كتجي زوينة، سميتها شباكية ديال المغرفة. كنصاوبوها غير بالمغرفة، كتكون سائلة وكتجي خاوية بالداخل، وكتجي هزة العسل. والمذاق ديالها راه مذاق ديال الشباكيه. فخليكم معايا حتى لاخر فيديو باش تشوفوا المقادير والطريقه بالتفصيل. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ واحد زلافه كبيره، وغادي ندير فيها رابعه ديال الدقيق، ما يعادل 2 كيسان ونص ديال الدقيق. بالنسبه للكاس انا كناخذ العبار بكاس د العنبه، كنزيد عليها معلقه ديال النافع، معلقه صغيره بطبيعه الحال، معلقه ديال حبه حلاوه كيكونوا مطحونين مزيان ومغربلين، راس معلقه ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال القرفه، وجوج معالق كبار ديال الجنجلان المطحون. بالنسبه للجنجلان راه ما قليتوش ما حمرتوش، كنديروه خضر لان مازال بحال قلي باش ما كيعطيناش ديك المروره فيها. عندنا معلقه ديال الخل وصفار بيضه. بالنسبه للمكونات تقريبا بحال ديال الشباكيه. هنايا درنا مقادير قلال لحقاش الطحين غير شويه. كتجي زوينه، نتمنى انكم تجربوها. هنايا عندي نص كاس ديال الماء دافي، وغادي نجمعها بالحليب. بالنسبه للحليب انا راه ما دفيتوش، خليته كما هو. غادي نبداو نضيفوا الحليب شويه بشويه حتى غنحصلوا على القوام اللي حنايا باغيينه. بالنسبه للحليب غادي ندير 2 كيسان ونص. دائما الكاس ديال العنبه هو اللي كناخذ به العبار. صافي غادي ناخذ الخلاط اليدوي وغادي نبدا كنخلط هذا الخليط مع اضافه الحليب شويه بشويه. بالنسبه للخليط خاصو يجيني شويه خفيف خفيف شويه على الخليط ديال الكيك. انا غادي نخدموا معكم غير بشويه، وغنوريكم كاع المراحل باش تشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي ويجيكم ناجح وما يلصق لكمش في المغرفه فاش نكونوا كنخدموا به. صراحه كتجي زوينه وكتهنيك من ديك التماره ديال الدليك وديال التشباك فكره مهم مغايره. جربوها، ديروها بكميه قليله، ولا بغيتوا حتى هاد المقادير تزيدوا تنقصوا منهم فممكن انكم تزيدوا تنقصوا كتجربه وتشوفوا راه كتجي زوينه. المذاق ديال الشباكيه الصراحه كتجي لذيذه بزاف. هنايا كنزيد واحد المعلقه صغيره ديال خميره الحلويات، كنغربلها ونزيدها. هي اللي من بعد فاش غادي نكونوا كنطيبوا دوك الحبات ديال الشباكيه كيتنفخوا لينا بفعل هاد الخميره هادي. صافي من بعد حنايا فاش كنخلطوا راه مباشره غادي نبداو نخدموا بها، ما كنخليوها لا تختمر لا حتى شي حاجه. صافي انا راني درت 2 كيسان. بالنسبه للحليب على حساب الدقيق، راه ربما ما تحتاجوش 2 كيسان ونص، تحتاجوا غير 2 كيسان وتزيدوا غير شي حاجه قليله من بعد. شوفوا القوام ديالو كيفاش كيولي. بالنسبه للخليط الا شفتوا ان بقاو لكم دوك الكويرات ديال الدقيق ما بغاوش يتحلوا لكم، فديروهم في الخلاط الكهربائي وخلطوهم مزيان وصافي هما راه كيتحلوا دوك الكويرات. شوفوا هنايا القوام. غادي ناخذ واحد المعلقه وغادي نديرها في داك الخليط. كما كتشوفوا الخليط راه خفيف شويه، خفيف من القوام ديال الكيك. وفاش كندوز يدي على ديك المعلقه كتبقى شاده ليا العجينه. هذه مساله مهمه لان بحال المعلقه بحال المغرفه، يعني فاش غديروا ديك المغرفه خاصها تبقى شاده لنا العجينه. بالنسبه للحليب هنايا استعملت 2 كيسان وزدت شويه فقط، ماشي 2 كيسان ونص، غير شويه زدته من بعد. صافي غادي نخوي داك الخليط في الطبسيل باش يجيني ساهل في الهزان. وغندير الزيت هنايا يسخن، العسل هو محطوط حدايا. كناخذ هذيك المغرفه كما كتشوفوا، هذه المغرفه اللي غادي نستعملها كنديرها تسخن ضروري ومؤكد انها تسخن. هذه مساله مهمه باش تنجح لكم وما تلصق لكمش العجينه في ديك المغرفه. خليوها تسخن مزيان وكندوزوها فوق ديك الخليط
مسألة اخرى هو العجينه ما نخليوهاش تخرج لنا من الفوق بحال دابا هادي، شويه صعيبه باش تحيد لينا من المغرفه. انا حيت سخنت المغرفه بزاف هبطات لي، ولكن الا طلعت لكم العجينه من فوق من المغرفه ما كتبغيش تنزل داغي، صافي كنديروها في الزيت، كنبقاو نديوها نجيبوها بحال هكا حتى كتحل راسها راه كتنزل. بالنسبه للعافيه خصها تكون قليله باش كيطيبوا على خاطرهم، ما كتجي فين طيح لك من ديك المغرفه حتى كتحمر باش ما يتحرقوا لكمش ويجيكم اللون ذهبي. صافي كنبدا كنخدم بحال هكا، كنديها ونجيبها حتى كتنزل. هي راهم كيتنفخوا كيجيو فيهم دوك الفقاعات اللي من بعد كيجيو فاش كنديروهم في العسل كيجيو هازين العسل وكيجي المذاق ديالهم زوين. كنعاود نفس الطريقه، كنخلي ديك المغرفه حتى كتسخن، هي نيت كنخدم بها كنقلب بها باش كتسخن، نمسحها بالورق طهي، وعاد كنولي عاود نديرها في العجينه. ضروري تمسحوها من الزيت لان الا ما مسحتوهاش ما غاديش تهز لكم الخليط. صافي كنوليو عاوتاني نديروها في الخليط، نديروها المره الاولى والثانيه حتى كتهزنا واحد الطبقه مهمه ديال الخليط، وعاد كنوليو نديروها في المقله. بالنسبه للخليط الا درتوه خفيف بزاف راه ما غاديش تهز لكم المغرفه بزاف ديال الخليط، فضروري انكم تجربوا. الا جاكم الخليط خفيف زيدوا شويه ديال الدقيق عاوتاني ميكسيوه وعاد خدموا به. خصو يكون شويه ثقيل باش المغرفه تهز لنا الخليط مزيان وما يجيوش دوك الحبات رقاقين وما هازينش العسل. صافي كنخليو العافيه على نار مهيله وكنخدموا بهذه الطريقه. كنسخن كل مره المغرفه وكنولي عاوتاني نديرها في الخليط وكنحيدها نديرها في الزيت، والحبات الاخرين كنبقى كنقلب فيهم حتى كيطيبوا. كنستمر بهذه الطريقه حتى غادي نكمل كاع الكميه اللي عندي. هي سهله، كتجي سهله بزاف وفيها المذاق ديال الشباكيه، وكتستغني على ديك التماره بزاف والدليك والتشباك. فكره علاش لا نجربوها حتى هي. انا كنت شفتها عند واحد السيده في اليوتيوب وقلت علاش لا ما نجربهاش، والصراحه فاش جربتها راه جاتني زوينه ونجحت لي، وقلت علاش ما نبارطاجيهاش مع البنات. ونتمنى انها الفكره تعجبكم وتجربوها وتخليوا لي التعاليق ديالكم بطبيعه الحال واش نجحات معكم ولا لا. هي 100% الا تبعتوا هاد التفاصيل ديال العجينه كيفاش ديروا لها والطريقه كيفاش غادي تخدموها فهي غادي تجي ناجحه ان شاء الله. شتي كنبقاو نديو نجيبو ديك المغرفه حتى كتنزل لينا ديك الحبه. حتى الا ما نزلاتش كناخذ واحد الموس اولا معلقه ولا اي حاجه وكنحاولوا نحيدوها بها. شوفوا كيفاش كيجيو دوك الفقاعات، فهما من بعد فاش كنديرهم في العسل كيجيو هازين العسل وكتجينا مجعبه من الداخل. الا المغرفه ضروري كل مره تسخنوها، الا ما سخنتوهاش راه ما غاديش تنزل لكم ديك ديك الحبه كاع من المغرفه. كما شفتوا معايا هنايا راه بقات شويه بارده، ها كنزلها بالموس عادي. ما الصراحه ما كاين حتى شي مشكل، ما كتعذبش زعما في الخدمه وكتجي ساهله. وهي راه كتوجد بالزر، بس الصراحه انا وجدتها ما كاملاش ساعه كاع في كلشي، في القلي في الخليط في كلشي ساعه ديال المكانه تكون واجده معكم. صافي هذا هو الشكل ديالهم بعد ما ساليتهم. كنديرهم في العسل، خليهم في العسل مزيان باش كيتشربوا لي العسل، كيدخل في دوك الفقاعات اللي فيها وكتجي زوينه بزاف. كنتمنى البنات تجربوها وتخليو لي التعاليق ديالكم. صافي كنحيدوها كنديروها في واحد الصفايه حتى كتصفى من داك العسل الفائض ديال العسل اللي فيها، وكندردروا عليها شويه ديال الجنجلان وكنقدموها بالصحه والراحه. فهي كتجي فكره زوينه مغايره. هي شباكيه عندها بلاصتها، ولكن بعض المرات تكون كاين الله يحسن العوان اللي خدامين اللي ما عندهمش الوقت كيبغيو داكشي الساهل، ولكن راه نفس المذاق. راه شتي داك المقادير اللي في الشباكيه راه حنا دايرينهم فيها نفس المذاق، غير هو الشكل شويه مبدل وحتى الطريقه كتجي سهله شويه على الشباكيه. دا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم. بالنسبه للناس اللي كيشوفوني لاول مره ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وبالنسبه للناس اللي متبعيني دائما
والاوفياء. كنشكركم بزاف على التعليقات الزوينه ديالكم المحفزه، وما تنساوش ديروا لايك، تخليوا لي التعليقات ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. شوفوا معايا الفقاعات كيفاش هازين داك العسل، والشكل ديالها كيجي زوين، وحتى المذاق راه كيجي زوين. يلا خليتكم على خير، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. رمضان مبارك كريم، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه، وباش ما كتمناو يا سيدي ربي.